التوفير مش معناه الحرمان. انا هعرض معاكم مشترياتي لشهر 9 لحاجة السوبر ماركت وللخزينة عامة، وكمان لحاجات الحلويات. طبعا لما تشتري حاجات الحلويات في البيت وتعملي حلوياتك كلها في البيت، ده بيوفر عليكي كتير جدا واسعار كتير جدا. يلا بقى نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا بوريكم السكر يا جماعة. انا جايبة الكيس السكر ب28 جنيه. ده سكر الهنا، سكر ناعم. تمام. بحب اجيبه مع التموين برضو، يعني باخد سكر التموين وباخد ده، وبجيب مثلا كيسين سكر ولا حاجه، ده عشان الحلويات، لان الحلويات بتبقى دايما محتاجه سكر ابيض، ما يبقاش من سكر التومين، علشان هي في حلويات لازم فيها السكر الابيض. وانا اتكلمت معاكم قبل كده في الفيديوهات عن استعمالكم للسكر في الكيكات وفي الحاجات دي. يعني هي تقريبا هي بتغمق معاكي الكيكه لو انت بتعملي كيكات لو بسكر التومين. كمان انا بستخدم دقيق الكوثر، بيعتبر ان هو احسن يعني الموجودين بالنسبه لجميع الاغراض. نوعيه كويسه جدا، وبيعمل النواعم والفطاير وجميع انواع المخبوزات يعني. بيبقى العجينه ناجحه معاكي في الدقيق ده. ممكن تستخدمي دقيق الضحى، ممكن تستخدمي دقيق المطبخ، ممكن تستخدمي انواع دقيق كتير جدا. الدقيق اللي يريحك استخدميه. هنا كمان انا جايبه ملح بونو. طبعا انا بستخدم في الاول كنت بستخدم ملح نور، لكن للاسف من ساعه ما الاسعار رفعت انا مش لاقيه اصلا. هو كنت بجيب الكرتونه بتاعته ب35 جنيه، كنت قلت لكم قبل كده. وجبت بونو الشهر اللي فات والشهر اللي قبليه، هو تقريبا بيقعد معايا شهرين. فبرضو جبته الشهر ده لاني ما لقيتش نور للاسف. بس النور طبعا انا بفضله اكتر، بس مش موجود. وكمان جبت بحب دايما اجيب شوكولاته الرز تكون اللي هي الكبيره. ممكن اجيب ساعات ال20 كيلو، ممكن كمان ال10 كيلو، بس انا بفضل ال10 كيلو دي. لان النوعيه دي، نوعيه الفهد دي، من احسن انواع الرز اللي انا بجيبها. آه رزايه عريضه ونضيفه جدا بصراحه. جايبه الشكاره ب230 جنيه، يعني الكيلو واقف على 23 جنيه. بصراحه الرز اسعاره نزلت كتير عن الاول. تمام. فلما تجيبي الشكاره كده على بعضها، فبتقعدي فتره كده ان انتي بتنسي الرز وبتنسي ان انتي تشتريه بصراحه، فبيبقى افضل طبعا. كمان هنا انا جايبه حاجات الحلويات، فانا بوريكي بقى حاجات الحلويات. انا جايبه كريم شانتيه، وجايبه لبن بودره. بستخدمه في حاجات كتير لبن بودره. وجايبه كمان بونو بلاست. بونو بلاست ده محسن جل من المتحده. المحسن ده ممتاز طبعا. لو انت عايزه تجيبي محسن جل، فهاتي اللي هو البونو ده من المتحده. هو اي حاجه صراحه، حاجات المتحده كلها ممتازه جدا. انا بجيب كريم شانتيه المتحده ممتاز برضو. وبجيب كمان مربى الحليب. لو انت عايزه تجيبي مربى حليب، يبقى برضو المتحده ممتاز جدا. تمام. انا جايبه بونو ده الكيس ب7 جنيه ونص، فيه 50 جرام. حلو جدا، يعني هتجيبي لك كيسين 3 او كيس تجربيه. احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله تورته اعياد الميلاد، وهنعمل كمان فيها الاسبونج البيتي. مش هنعمل الاسبونج الجاهز، لان الاسبونج الجاهز غالي جدا. جيت اجيبه لقيت الكيلو ب60 جنيه. فطبعا لا، احنا هنعمله في البيت افضل واوفر برضو. جبت كمان الكريز ده 8 كيلو عامل 22 جنيه. وجبت كمان ايه جبت ايه جبت اللبن البودرة ال8 كيلو عامل 31 جنيه. لبن نيوزيلندي. جبت كمان العسل الكلوكوز ده البطرمان عامل 25 جنيه، او تقريبا 28. مش متذكرة بصراحة، بس لا 28 جنيه، عامل 28 جنيه. في حوالي 750 جرام. في النوعية دي كويسة، وفي اللي هو فريست برضو. فريست نوع حلو قوي. في النوعين دول حلوين قوي، يعني لو لقيتي اي نوع منهم ممكن تجيبيه عادي جدا. انا شوكولاته الرز محيراني، عماله ارفعها وانزلها. في كمان جبت الكريم شانتيه التمن تقريبا بحوالي 33 جنيه. ده كريم شانتيه خام المتحده، يعني لما تيجي تشتري هاتي المتحده. جبت سمنه جنه، اللي هي دلوقتي يعني كيلو ونص، بتعتبر كيلو ونص ب110 جرام، ب110 جنيه.
بس بعد ما فتحتها بصراحة لقيت ان روابي اللي هي القشطة دي احلى كتير. فانتي يعني لو هتجيبي سمن نباتي ولسه متعودتيش على حاجة معينة او بتفضلي حاجة معينة، فهاتي روابي اللي هي بالقشطة حلوة قوي. انا غيرت الشهر ده بس ما عجبتنيش يعني قوي. في ايه كمان؟ في الزيت، انا جبت زيت سولو ده زيت جايباه للقلية، حلو برضو، جايباه حوالي تقريبا ب55 جنيه ازازة. تمام. انا بصوا هنا بوريكم ان هو بونو ده 50 جرام. انا كنت الاول بشتري اللي هو السايب، يعني بجيبه من عند العطار مثلا بجيب ب10 جنيه فيدوني في كيس بره والكلام ده كله. لا، فقلت بقى لما رحت باب البحر ولقيت الاكياس بتاعت بونو المتحده، ما كنتش بلاقي المتحده خالص عند اي مستلزمات حلواني هنا كده حواليا، لكن في باب البحر بتلاقي كل الحاجات اللي انت محتاجاها، والاسعار بتاعته كويسه يعني الى حد ما. تمام. انا هنا بوريكي ان الكريز ليه مده صلاحيه، فلازم تاخدي بالك وانت بتشتري من مده الصلاحيه علشان الحاجه ما تبوظ عندك. بيقلب ريحته، بيبقى عامل زي ريحه الدواء كده. تمام. الفكره بقى فكره ان انا بقولك على الاسعار علشان انت تعرفي انت هتجيبي ايه. وكمان لما تجيبي حاجات الحلويات كده كلها على بعضها بتفضل معاكي بقى طول الوقت، طول الشهر تعملي اي حاجه حلوه. ومش دايما، مش لازم دايما تكون يعني كل شهر مثلا تجيبي نفس الحاجات. لا، انت هتلاقي نفسك في حاجات خلصانه، فانت هتجيبي الحاجات الخلصانه والحاجات الموجوده عندك خلاص بقى ما تجيبيهاش تاني. يعني انا كده عندي مثلا كريم شانتيه ولبن بودره، انا جايبه مثلا 8 من كل نوع. فلما اجي بعد كده لا هجيب بقى حاجه تانية تكون ناقصه، مثلا هجيب شوكولاته. عندي مثلا شوكولاته سوا مش موجوده ناقصه، فهجيب شوكولاته. عندي كاستر دريم مش موجود الشهر دوت، انا ما جبتوش، ممكن اجيبه يعني بوزع الحاجات اللي انا محتاجاها على ميزانيات الاشهر الموجوده معايا، مش في الشهر اجيب كل الحاجات اللي انا محتاجاها. لا، يعني ممكن انا الشهر ده اعمل اي نوع حلويات من الحاجات اللي انا متواجده معايا، اعمل كيك بقى، اعمل تورتايه، اعمل جاتوه، اعمل اي حاجه من الحاجات اللي متواجده معايا، والشهر اللي بعده اشتري الحاجات التانية اللي فاضله كده، وهكذا، علشان تقدري توفري وتعملي كل حاجتك في البيت. لانك لو رحتي اشتريتي الحاجات دي من بره هتجيبيها، طبعا الحلويات غاليه جدا. تمام. انا كده استعرضت لكم الحاجات اللي انا جبتها الشهر ده بتاعت شهر 9. ما جبتش بصراحه غير الحاجات دي، جبت شعريه بس برضو شكاره كبيره اللي هي 10 كيلو، بس كنت فتحتها فما جبتهاش معاكم هنا في الفيديو. جبت بس هي حاجات الحلويات اللي هي كانت ناقصه عندي، وكان كل الحاجات دي بتعتبر خلصانه ومش موجوده. وجبت محسن الجل بونو ده علشان انا قلت لازم انا اجربه، لان شفت ناس كتير بتشكر فيه تقول ان هو كويس. بشوفكم على خير في فيديو جديد.